فيلم من أفلام الصيف المنتظرة وعودة براد بيت بعد نحتاجته مع جورج كلوني في فيلم وولف. فهل الفيلم هيبقى حلو ولا وحش؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا فيلمنا بتاع النهارده هو فيلم F1 The Movie. الاسم الفيلم بصراحة وحش قوي، يعني كان نفسي يبقى اسم الفيلم ليه دعوة مثلا بالشخصية او بالقصة عامة، لكن F1 فورمولا 1 فيلم صيفي بلوك باستر بوب كورني جدا، فيلم كوميرشال جدا برضو. هو بالنسبة لي فيلم ترويجي لسباقات الفورمولا 1. خليني المرة دي قبل ما اقول لك ايه القصة بتاعت الفيلم اقول لك الكاست بتاعنا بتاع المرة دي مين. اول حد معانا وهو براد بيت واللي بيقوم بدور سوني هيز، ودامسون ادريس واللي بيقوم بدور جوشوا بيرس او جي بي زي ما كان بيتقال عليه في الفيلم، وخافير بارديم واللي بيقوم بدور روبن سيرفانتس. والعنصر النسائي معانا في الفيلم ده هي كاري كوندن واللي بتلعب دور كيت ماكينة. ومخرج الفيلم ده هو جوزيف كيسنسكي، مخرج فيلم توب جان مافريك. وبالنسبة لي ده الفيلم اللي خلى الناس ترجع تخش السينمات تاني بعد الكورونا. قصة الفيلم بتاعتنا هي ان بطل فورمولا 1 سوني هيز بيرجع بعد اعتزال 30 سنة لسباقات الفورمولا 1. هو ما كانش معتزل السباق، هو كان بيسابق في سباقات تانية بس ما بترتقيش لدرجة سباقات الفورمولا 1. بيرجع لما صاحبه روبن سيرفانتس بيطلب منه ينقذ فريقه اللي يعتبر في اخر المجموعات في الفورمولا 1، ولو ما كسبش اي بطولة جاية هو هيطلع بره الفورمولا 1 خالص. وبرضه بيكون عايزه يقود او يبقى القدوة بتاعت الموهبة الشابة اللي عنده في الفريق واللي هو جوشوا بيرس. فهل يا ترى سوني هيز هيقدر يقودهم لأول مجد للفريق بتاعهم أو أول جايزة للفريق بتاعهم؟ ده اللي هنعرفه في الفيلم. الفيلم المرة دي بصراحة فيلم جامد جدا، فيلم برضو بلوك باستر. وأنا مش متفاجئ بصراحة إنه فيلم بلوك باستر وإن هو هيحقق إيرادات كويسة، علشان هو أول حاجة هو نازل في الصيف، فهو متوجه للناس اللي عايز تتفرج على فيلم من غير ما تكون محتاجة تشوف حاجة قبليها أو تكون محتاجة تركز قوي. وبرضه في نفس الكلام هو فيلم تجاري، فيلم ترويجي لسباقات الفورمولا 1. ومش متفاجئ برضه من حاجة زي دي علشان برضه البروديوسر بتاع الفيلم أصلا هو لويس هامilton، واللي هو برضه سائق لفريق مرسيدس تقريبا، واللي بيقدم ظهور برضه في الفيلم ده بما إنه فيلم فورمولا 1 هو وماكس فيرستابن تقريبا اسمه كده. مخرج الفيلم بتاعنا هو جوزيف كوسينسكي، واللي لسه زي ما قلت لكم هو اللي كان عامل فيلم توب جان مافريك، واللي بالنسبة لي كان فاصلة وإنعاش لتوم كروز من بعد قطعة او من بعد الشوط الكبير اللي كان بياخده في افلام ميشن امبوسيبل، واللي كان بقاله فتره كبيره ما عملش حاجه غيرها تقريبا. واللي يبقى الجزء الثاني لفيلم توب جان واللي نزل سنه 1986. الفيلم بتاعنا بتاع المره دي واخد قالب معتاد جدا، قالب البطل المعتزل اللي بيرجع عشان يقود حاجه معينه للنصر اللي هم عايزين يوصلوا له، واللي برضه كان المخرج ده عملها برضه في فيلم توب جان مافريك. توم كروز واللي رجع بعد ما كان مبطل طيران بقاله من ساعة أحداث بقى الجزء الأول، رجع عشان يقود فريق اللي هو برضه البطل التاني بتاعه مايلز تيلر عشان برضه يوصلوا لحاجة معينة. وبيكون طول الرحلة كارهين بعض لحد لما لازم بيحصل حاجة في الآخر بتخليهم يجتمعوا بعض ويوحدوا آرائهم زي ما بقول كده. المرة دي معانا مكان توم كروز هو براد بيت، ومكان مايلز تيلر هو دامسون إدريس. أداء براد بيت وشخصية براد بيت في الفيلم ده كويسة جدا، والعمق اللي عطولك في قصة براد بيت وهو ليه أصلا بيسابق وليه هو عايز يكسب الجائزة بتاعت الفورمولا 1 أصلا، فهي دي كانت حاجة بالنسبة لي إيجابية جدا في الفيلم، بعكس شخصية دامسون إدريس أو جوشوا بيرس. هو ما عطانيش أي عمق للشخصية، ما جابليش هو ليه اصلا عايز يسابق كده، ما جابليش اي باك ستوري ليه. بس هو من الواضح في الفيلم اللي هو ليه نجاحات، يعني هو اداؤه كويس جدا وان هو فعلا موهبه علشان يبقى ليه النجاحات دي ويبقى معروف بالشكل ده في عالم الفورمولا 1 عموما. الفيلم ده طبعا افضل بكتير من فيلم براد بيت الاخير واللي هو كان وولفز واللي هو نزل على منصه ابل تي في. الفيلم ميد جدا، وولفز طبعا مش اف 1، بعكس فيلمنا بتاع النهارده واللي بيديك ادرينالين رش جدا في السباقات، واللي انا ما كنتش متوقعها بصراحه، وقلت هيبقى سباقات عاديه زي فيلم عربيات، هيعملوا ايه مثلا غير ان هو ياخدوا سباق يلفوا يخسروا كام مره وبعد كده يكسبوا يخسروا يكسبوا كده. انما لا، في ادرينالين رش، وبالذات
من ناحيه السكور بتاع الفيلم ده، والسكور اللي اقصده بالسكور هو الساوند ديزاين بتاع الفيلم ده. اذا كان من ناحيه الالبوم اللي بيجمع مجموعه كبيره من الفنانين بيغنوا فيه، او الساوند ديزاين عموما، اذا كان بقى الصوت، تبديل الكاوتشات، صوت الموتور وهو بيشتغل، صوت اللفات، الحاجات دي كلها جامده جدا، بتديك ادرينالين رش وتخليك تقشعر. وما كنتش متوقع مثلا اقل من كده من هانز زيمر بصراحه. هو السكور بتاع الفيلم ده، هو بصراحه كفيلم من ناحيه كقصه فانت متوقع احداثه، حتى لو كنت اتفرجت على افلام في القالب ده قبل كده، بس انت متوقع مرجع لك واحد قديم فاكيد هيكسب في النهايه. لكن بالنسبه لي كان احسن لو اتغيرت سيكا في الحته دي وعملنا حاجه جديده، كسرنا القالب، كسرنا الحاجه المعتاده. واداء بصراحه دامسون ادريس اداء ممتاز جدا. انا بالنسبه لي في الشخصيات اللي من النوع ده، او البروفايل بتاع الشخصيه اللي نوعها كده، انا لو كرهت الشخصيه انا وبتفرج فانت كده اديت دورك كممثل بالنسبه لي. وهو بصراحه ادى بجداره، خلاني قاعد مش طايقه لحد تقريبا اخر ربع في الفيلم. وبالنسبه لي ينضم للموهبه بتاعت فيلم سينرز اللي هو كان اول اداء تمثيلي ليه، اللي تقريبا كان اسمه مايلز كاتن او مايلز كيتون حاجه كده. برضو الاتنين ادائهم بالنسبه لي جامدين جدا. ويعني بصراحه مش فاكر ان انا شفت حاجه لدامسون ادريس قبل كده، فهنشوف ايه الفيلموجرافي اصلا بتاعه. هو ما طلعش في حاجات معروفه قبل كده مثلا، غير في فيلم مع ليام نيسون واللي اسمه ذا كوميتر، وفيلم مع انتوني ماكي واسمه اوتسايد ذا واير، واللي تقييمه رايح في داهيه بصراحه. وفيلم ليام نيسون ده تقييمه برضه ميد خالص، 2.9 من 10. واللاف ستوري عندنا في الفيلم ده ما بين براد بيت وكيري كوندن. وبصراحه انا مش شايف، يعني انا ما شفتلهاش قافله في اخر الفيلم. وفي حته في الفيلم كده في الاخر بالنسبه لي ملهاش لازمه، ان لو كان وقف في حته معينه، او هي مش عارف في نهايه اخر سباق لو وقف، انا بالنسبه لي الفيلم خلص هنا. الحته الزياده دي ما كانش ليها لازمه قوي بصراحه. الجزء بقى بتاع الاخراج والسينماتوجرافي فهو يفوق الخيال. الانجلز، الكلوز ابس، الوايد شوتس عامه، الكاميرات اللي متركبه، زوايا الكاميرات. والفيلم ده متصور اي ماكس. وانا بوجه رساله من هنا لاي حد صاحب اي سينما في اسكندريه، يا ريت تحاول توفر سينمات اي ماكس. اعلى حاجه هي السينمات الماكس اللي في فوكس. عايزين حاجه اي ماكس او 4 دي. التبديله او الكتات اللي بتحصل في المونتاج ما بين الشوت للتاني، لفه الكاميرات، يعني في اكتر من لقطه بتلاقي الكاميرا بتكون اللي هي البي او في بتاع السايق، مره واحده تلاقيها لفت على وش السايق بكلوز اب مثلا، او كاميرا من فوق العجل. الحاجات دي كلها جامده جدا وبتدخلك في المود جدا. ومع طبعا الساوند ديزاين الجامد بتاع هانز زيمر، فانت بتروح في حته تانية لو بتتفرج في السينما. بالنسبه لي طبعا اجمد جزء، والجزء اللي انا كنت مركز فيه ومش سامع اي حد حواليا وجسمي اشعر، هو الاخر جزء في السباق الاخير. ولو انت اتفرجت على فيلم فانت فاهم انا اقصد ايه. ادرينالين رش ودوبامين بيضرب في دماغك غير طبيعي. واداء براد بيت ودامسون ادريس جامد جدا في اخر جزء ده، وبيوريك ان هو براد بيت خلاص هو مش بيسابق لاسباب معينه، اسباب صحيه بنفهمها برضه في الفيلم ده، فبيرجع برضه عشان هو حابب الادرينالين بتاع السباقات. بالنسبه لي الفيلم ادى كامل واجبه من ناحيه ان هو فيلم بوب كورني، فيلم مش محتاج تشغل دماغك انت بتتفرج، وتتفرج انت مسترخي مستريح، كان وراك يوم طويل وبتخلص اليوم انك بتروح السينما تتفرج على الفيلم ده. هو ادى واجبه باكمل وجه بصراحه. بس هو فيلم كوميرشال تجاري، قصته مخرمه، يعني القصه ما فيهاش العمق المطلوب، مش قصه حنيوكيه اللي بتوع الافلام الحنايكه اللي انا منهم. بس هو فيلم ممتع للغايه. ولو وصلت للجزء ده في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل لي كومنت وفولو على السوشيال ميديا اللي هتظهر لك على الشاشه. وخلينا نخش على الريتنج. هنشوف الاول تقييمه على ليتر بوكس، واللي هيظهر لك برضو الاسم بتاعي على الشاشه وهتلاقيه تحت في الديسكريبشن. وتقييم فيلم اف 1 ذا موفي على ليتر بوكس هو 3.8 من 5. انا قيمت الفيلم ده على ليتر بوكس 5، وهقيمه 9 من 10. الواحد ده علشان القالب المعتاد، وان الفيلم احداثه متوقعة جدا. وده تقريبا كان اخر فيلم في شهر يونيو. فاكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر فيلم عجبك في الشهر ده. وانا بالنسبه لي غالبا هو فيلم اف 1. بس متنساش تعمل لايك شير سبسكرايب. لينك السوشيال ميديا بتاعتي تحت الديسكريبشن ولينك الليتر بوكس. واكتب لي حابب اتكلم عن ايه في الفيديوهات الجايه، افلام، اي حاجه، مسلسلات حتى. وبس كده، سلام.